مرحبا بكم متابعين الكرام، متابعين دينيز الغوالي، فيديو جديد وعيدكم مبارك يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والخير والبركة، وكل عام إن شاء الله. ومتابعين دينيز إن شاء الله يكبرون أكثر وأكثر، وإن شاء الله 100,000 مشترك على قناة دينيز. اليوم وصفتنا معكرونة بالبشاميل على طريقتي، وصفة سهلة ولذيذة ومشبعة، والكبار والصغار يحبونها، الكل يتفق على حبها. تعالوا خلينا نسويها بأبسط المكونات. مكونات موجودة عندنا طبعا. هنايا ثرمت بصل على التختة، قلت خلي بالبداية أثرم البصل ناعم أو أخر على صفحة، بعدين أثرم قطعة من صدر الدجاج اكتفيت بيها. ردت أسويه بالدجاج، بعدين شفت عندي لحم مثروم، قلت خلي أخبط يعني أسوي ميكس بين اللحم المثروم والصدر الدجاج. خبطت كمية من هاي وكمية من هاي، كميات متساوية، وراح أسويهن يعني أحمسهن بالزبد، ما راح أحمسهن بالزيت. أريده كله أسويه بالزبد المالح، زبد جبت نوعية مضبوطة بدون ذكر أسماء طبعا. انتو يعني الشركات الموجودة أو الزبد النوعية المفضلة عندكم استعملوه. هنايا حمست اللحم ويا صدر الدجاج، وهنا على صفحة حضرت قدر أو جدر بمي وملح، ملعقة من الملح. وهنا البهارات الخاصة اللي انتو تحبوها، هنا يعني خليت بهارات صدر دجاج، يعني بهارات دجاج العفو، وزعتر وملح وفلفل أسود وشوية بابريكا حارة، ونص مكعب ماجي وورق غار. انتو حرين تماما، اي بهارات انتو تحبون تضيفوها ضيفوها، البهارات والطبخة عالم مفتوح. هنايا حمست الصلصة زين ويا البهارات. هنايا بنات أنا ما ضفت اللحم المفروم يعني الحشوة ملح، اكتفيت بنص مكعب من الماجي لأنه بعد ورايا المعكرونة مسلوقة بمي وملح، وورايا صلصة البشاميل حاطة بيها نوعيتين جبن. هنايا إضافة حبيت أضيفها اللي هي فلفل بارد شوية، وبرش قشر الليمون. هنا نصف المكعب المتبقي من الماجي ضفته على مي سلق المعكرونة. وهنايا الصلصة خليتها على صفحة، العفو الحشوة خليتها على صفحة بماعون بنفس الطاوة اللي سويت بيها الحشوة، راح أسوي بيها البشاميل. هم أكسب النكهة اللي موجودة بيها، اللجعة اللي موجودة مال الدجاج واللحم ونكهة الزبد، وهم يعني ما أوسخ مواعين. هنايا سلقت المعكرونة على صفحة ورجعت على الطاوة مالتي، ضفت الزبد. هاي نوعية مال زبد كلش طيبة. هنايا راح أذوب الزبد بالطاوة، وراح أبدي أجهز صلصة البشاميل. هنايا راح أضيف طحين، طحين صفر موجود بأي بيت، وأحمسه زين زين ويا الزبد حتى ما يتكتل عندي. راح أحركه بهاي الصورة وما أخلي النار عالية كلش، أخلي النار وسط. هنايا أخويا جاي يساعدني لأنه هاي الطبخة إله، فقلت له ساعدني ضيف لي الفلفل الأسود وأني أدير لك الحليب، أنت حرك. فهنايا جاي يحرك وياي يساعدني بالمطبخ. فهنايا هم على ايدي اليمين المعكرونة جاي تنسلق، جاي اشيكها، وبنفس الوقت جاي نحرك البشاميل. الحشوة مال اللحم والصدر الدجاج صارت عندي جاهزة. وهنايا ضفت جبن كيري 4 مكعبات، كلش أحب أضيف جبن الكيري بحشوة أو العفو بالبشاميل. اليوم شلبت بالحشوة بالبشاميل، ينطيها طعم كلش طيب، إضافة إلى الناس اللي يحبون الجبنة المالحة. هنايا شفت البشاميل شوية ماسخ ما بي ملح، يحتاج لملح، ضفت له ملح وضفت له من الجبنة الموزاريلا اللي راح أضيفها على المعكرونة بالبشاميل. ضفت شوية يعني حطيت نوعيتين جبن. وهنايا حضرت البايركس، وشوية راح أخلي من صلصة البشاميل بقاع البايركس. أنا أحب أسويها ثخينة بنات، أنا كلش أحب أسويها ثخينة. صلصة البشاميل ما أحبها خفيفة، كل ناس يسوونها خفيفة، القوام راجع لكم. هنايا جيت صفيت المعكرونة حتى أرجع أطبق طبقات المعكرونة ويا البشاميل والحشوة. هنايا ضفت المعكرونة وخبطتها ويا البشاميل، أحبه هيجي. قبل كنت أسويه طبقات، بعدين اكتشفت إنه هاي الطريقة أفضل، تنطيها طعم كلش طيب. من راح تخلينها بالفرن راح تتسبك وتتجانس كل المكونات ويا بعضها. هنايا الغلط اللي وقعت بيه شنو بنات، إنه أنا نسيت أضيف المعكرونة، بس بالبداية شوية ضفت.
جيت شو اسوي مثل ما واضح قدامكم بالفيديو، اضيف حشو واضيف صلصة بشاميل، حشو صلصة بشاميل، واني ناسية اضيف كمية المعكرونة اللي باقية. بس مو مشكلة يعني طلعت لذيذة وتخبل مثل ما جاي تشوفون. جاي أضيف حشوة وبشاميل وجبن، حشوة وبشاميل وجبن، لحد ما بعدين كان يجي أخويا يقول لي شو ما ضايفة المعكرونة هاي زايد من عدها؟ كان أقول وياني ايش سويت؟ عاد ايش سويت؟ جبت بايركس أكبر مثل ما جاي تشوفونه هذا الشفاف، كان باقي عندي شوية صلصة بشاميل بالطاوة، درته بقاع الجدر. ايش سويت؟ هاي المكونات أو الخلطة اللي سويتها بالبايركس هذا الأزرق الصغير كله درته عالية وسويت له ميكس، خبطته على مود تتجانس كل المكونات ويا بعضها وتذوب، اللي هي الجبن وصلصة البشاميل والحشوة والمعكرونة. شوفوا اللي أنا ناسيتها على صفحة، جيت خبطتها كلها سوية، راح أخبطها كلها سوا. اكو ناس يحبون يسوونها طبقات، فهاي طريقة طبعا كلش لذيذة. هم صح اني غلطت بيها، بس شلون مثل ما نقول عبالك هو غلط محسوب، سبحان الله هم طلعت كلش لذيذة. هنا تلاحقت على شوية، قدرت اشيل شوية من الجبن اللي كان بذاك البايركس اللي خليته، قلت بس على قد اخليه على الوجه لانه كله راح بالصلصة، درته على وجهه وصار ولا أروع، ودخلناه للفرن وصار الطعم دمار بنات يجنن. أتمنى تجربون هاي الطريقة وأتمنى تعجبكم هاي الوصفة. أنا عندي فيديو مسبقا على قناتي هم معكرونة بالبشاميل، أعتقد العام نزلت، إن شاء الله تعجبكم هاي الطريقة، وإذا عجبتكم جربوها وكتبولي بالتعليقات، ولايك للفيديو فضلا لا أمرا. المكونات إذا يعجبكم راح أضيف لكم إياها كلها بصندوق الوصف. مثلا إذا تحبون تسوون على الطريقة مالتي البهارات اللي أنا خليتها، صراحة البهارات اللي خليتها كلش كانت لذيذة، بس الطبخ فن وذوق. مع السلامة.